تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية مخبوزات بعجينة يعني قطنية 100%، بطريقة سهلة وبطريقة تشكيل كمان جديدة، حاجة كده يعني فوق الخيال. العجينة ممتازة ممتازة ممتازة، طريقة تشكيل جديدة وفعلا هتعجبك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أنا معايا هنا كوباية من المية الدافية، حطيت عليها معلقتين من السكر وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وقلبتهم مع بعض كده لحد ما الخميرة تبدأ تتفاعل معايا وتشتغل معايا. بعد كده نزلت بربع كوباية من الزيت وكمان رشة من الملح، وخدت هنا بياض بيضة وسبت الصفار على جنب عشان ادهن بيه الوش، ومعلقتين كبار من الحليب البودرة وده يعني اختياري، وكمان معايا هنا معلقة كبيرة من الخل. ابدأي بقى اخلطي كل المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها مع بعضها كده لحد ما تمتزج مع بعضها. بعد كده هننزل بنص كيلو من الدقيق، يعني 4 كوبايات تقريبا من الدقيق. وزي ما احنا بنقول مرارا وتكرارا ان احنا مش بننزل كمية الدقيق كلها مرة واحدة، لان انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني. في نوع بيشرب سوائل وفي نوع ما بيشربش، فنزلي الدقيق بتاعك بالتدريج واحدة واحدة، ممكن ياخد معاكي انتي 3.5، ممكن ياخد معايا انا 4. المهم عجنت العجينة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، خدمتها كويس جدا ورحت جاية حطها في طبق بقى تاني وغطيت عليها لمدة حوالي ساعة. بعد كده اخدت العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، حطيتها على رخامة كده ولفتها رول زي ما احنا برضو متعودين مع بعض، وبنقطع الرول ده لقطع تكون قد بعضها. انا النهاردة قطعتها ل24 قطعة، يعني حاول تكون عدد مزدوج علشان احنا كل فطيرة من اللي احنا هنعملها دي هتاخد مننا 2 مش واحدة. تمام كده، كل واحدة بقيت ايه من اللي انا قطعتهم دول ابدأ اكورها كده واسيبها على جنب، يعني ايه تستريح معايا شوية. بعد ما خلصت الكمية كلها رحت جايبة كيس بلاستيك ورحت جايبة مغطية ايه عليهم بقى عشان ما ينشفوش معايا، ونبدأ بقى نشتغل مع بعض الشغل بتاعنا. رشة دقيق بسيطة خالص على الرخامة، وبدأت بأول كرة كده أنا عملتها وفردتها بإيدي، مش محتاجة بقى نشابة ولا حاجة. والكرة التانية برضو فردتها تقريبا بنفس القطر. العملية سهلة خالص مفيهاش أي حاجة. هنجيب بعد كده سكينة أو اللي هي سكينة البيتزا دي، ونبدأ نعمل شرايط كده بس منوصلش لحد الآخر، في النص بس. وبعد كده نجيب الفطيرة التانية اللي احنا فردناها ونحطها فوقيها ونقفل عليها كويس قوي. بعد كده هنحط بقى اي حشوة تحبيها، انا حطيت هنا جبنة براميلي ناشفة في النص وقفلت عليها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، هتديكي الشكل الجميل قوي قوي اللي انت شايفاه ده. بجد الشكل ده جديد وحلو قوي وسهل مفهوش اي حاجة. برضو نفس القصة، هناخد اول واحدة نقطعها لشرايط كده، والتاني واحدة نحطها فوقيها ونحط الحشوة في النص ونقفل عليها. سهل وهتخلصيهم في ثواني. انا عملت 24، يعني عملت معايا 12 قطعة. حطيتهم في صاج يكون مدهون بدهنة من الزيت وغطيت عليهم تاني عشان يخمروا للمرة التانية لمدة حوالي نص ساعة. وبعد كده اول ما خمر رحت جايبة بقى صفار البيض وحطيت عليه معلقة من الخل، وبدأت ان انا ادهن بيه وش الفطاير بتاعتي دي. لو مش حابة تدهني بالبيض فانت ممكن تحطي البيضة كاملة في العجين وتستخدمي للدهان حليب وسكر. خلاص كده بعد ما خلصنا الدهان هندخلها على فرن سخن على درجة حرارة 200. هنشغل من تحت الأول وبعد كده نشغل من فوق الشواية عشان تاخد اللون الذهبي الجميل ده. أهم حاجة أول ما تطلع من الفرن نغطي عليها عشان تفضل معاكي طرية وهشة زي ما انت شايفة كده. هي فعلا فعلا تستاهل منك التجربة.